وصل لكل الشخصيات اللي هو وصل لها بالخيانة، مش بالمجهود الشخصي العسكري. فهنا يا سادة محترمين، لو هو عنده من الكفاءة ان يضرب من بلده حاجة توصل لجارنا، يبقى هنا نقول قوة متكافئة. لكن ده جارنا هو اللي بيضرب من عنده، ولما الحاجة تمشي 1600 كيلو وتوصل لهدفها صح، يبقى جارنا ده هو اللي منتصر، هو اللي عنده الذكاء السياسي والعسكري، هو اللي عنده الكفاءة ان يوصل للمكان اللي هو عاوزه وهو قاعد في بيتهم. فهنا بقى البلطجي بدأ يصوت وعاوز مشاركة مين؟ للأسف ان هو عاوز مشاركة اخواتك انت، جيرانك انت، البيوت اللي جنبك انت، عشان يضربوا بيت ابن عمهم او ابن خالهم او ابن عمتهم، مع العلم ان كل اللي هيحط ايديهم في ايده هم مشتركين في نفس الجرم. ليه؟ لانه هو استدعى بقى الشيطان الاكبر، والشيطان الاكبر واقف على هبة الاستعداد. طول ما البلطجي ده شغال وبيضرب ومن وجهة نظرهم هو منتصر، فسايبينه يضرب، مش عاوزين يتدخلوا عشان ما حدش يقول ده الشيطان الاكبر تدخل، وبناء عنه ندي بقى ايه؟ فرصة لبعض الناس التانية اللي هتتدخل مع جارنا. انتوا فاهمين انا بقول ايه طبعا. فهو واقف على هبة الاستعداد ومجهز نفسه وحشد الحشود ومستني الاشارة. بدأ دلوقتي يلمح